السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن لغتين من أشهر لغات البرمجة وهما الجافا سكريبت والدارت. لو انت مطور ويب او مهتم حتى بتطوير التطبيقات فالفيديو ده هيكون مهم ليك جدا. هنعرف مع بعض الفروقات بين اللغتين وامتى نستخدم كل واحدة فيهم على حسب المشروع بتاعك. فاستعد معايا بقى للمعلومات المفيدة والتحديات. لو انت مستعد يلا نبدأ. اول حاجة معانا الاغراض والاستخدامات. اول حاجة هنتكلم فيها هي الجافا سكريبت. الجافا سكريبت دي لغة الجيل الجديد، بستخدمها في كل حتة تقريبا على الانترنت. فتخيل كده ان صفحة الويب او صفحة النت دي تفاعلية بتخلي المستخدمين يندمجوا في التجربة مع مكتبات زي الرياكت والجافا سكريبت. فهي بقت السلاح المفضل للمطورين عشان اقدر ابني وجهات جميلة وجذابة. طب معانا تاني حاجة الدارت دي مش لوحدها خالص. الدارت دي داخلة معركة بسلاح قوي جدا وهو الفلاتر. الفلاتر ده بيسمح لك انك تبني تطبيقات مدهشة تشتغل على كل المنصات من الموبايلات للويب. الدارت بتخلي تجربة المستخدم حاجة مش ممكن تنساها. اللغة والتعريف. هنتكلم الأول عن الجافا سكريبت. الجافا سكريبت دي لغة ديناميكية حيوية ومليانة حياة، مش محتاجة تتجمع خالص، كل حاجة جاهزة بتطلع في الحال. بس خد بالك ممكن تواجه شوية تحديات بسبب المرونة بتاعتها، فخليك دايما مستعد. عندنا طبعا في الزاوية التانية دار لغة موجهة للكائنات، قوية وسريعة مع نظام نوع صارم. هتضمن أمان أكتر وهتقلل الأخطاء، وده هيخليها مثالية للمشاريع الكبيرة. تالت حاجة معانا وهي الأداء. هنتكلم عن الجافا سكريبت إنها بتشتغل في كل المتصفحات، بس ساعات بتكون بطيئة. بس ما تقلقش، تم تحسين الأداء بتاعها بشكل كبير وبقى التنافس بقوة دلوقتي. لكن الدارت هنا هتغير اللعبة، بتتحول لكود سريع جدا وده بيديك أداء ممتاز خصوصا مع تطبيقات فلاتر. فأنت دلوقتي هتكون جاهز لمستوى جديد من الأداء. وبعدين عندنا البيئة والتطوير. هنتكلم برضو عن الجافا سكريبت إنها بتدعم تطوير كل حاجة من تطبيقات الويب للخوادم مع نودي جي اس. فعالم الجافا سكريبت مفهوش حدود. معنا في الناحية التانية الدارت مركزة بشكل أساسي على بناء التطبيقات الموبايل. فأنت لو بتحب تستخدم فلاتر هيكون ليك دارت هي الخيار المثالي ليك. وبعد كده عندنا في السمات في الجافا سكريبت إنها بتدعم البرمجة الوظيفية والكائنية، فده بيخليها لغة مرنة جدا. فأنت لو حابب تجرب هتقدر تبدأ برمجة مشاريعك من دلوقتي وخليك مبتكر. عندنا دارت بتدعم البرمجة الكائنية بشكل كامل وبتقدم مميزات حديثة زي النال سيفتي. ده بيديك الأمان والثقة في كل سطر من الكود، فأنت هتقدر تركز على الإبداع. وكده نبقى شوفنا ازاي كل لغة ليها مميزاتها وفوائدها. وفي النهاية الاختيار بين الجافا سكريبت والدارت بيرجع لمشروعك واحتياجاتك. أتمنى تكونوا استفادوا من الفيديو. لو عندكم آراء أو استفسارات اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.